اتفضلي، بيتك ومطرحك، نورتي البيت. منور بيك يا احمد. الحمد لله. الجو ساقع قوي يا احمد، يلا بس عشان عايزه ادخل بس البس حاجه. بصي، هو في حاجه كنت عايز اقول لك عليها. ايه يا احمد؟ خير. طب بس بعد ما نغير، طيب بس معلش، عشان حاجه مهمه يا دعاء ومحتاجه اعرفها لك بس قبل ما نبدا عشان نبقى كل حاجه على نور. اتفضل. هو انا كنت متجوز. نعم؟ كنت متجوز بس انا ما قلتلكيش، حبيت اعرفك اهو عشان انت بقيتي مراتي والمفروض هنبدا حياتنا، ما تتفاجئيش بحاجه. انا كنت متجوز وعندي بنتين كمان. هو انت شايف ان انت كده بتبتدي حياتك على نور؟ انت شايف كده ان انت بتبتدي حياتك على نور؟ ايوه، ما انا عرفتك كل حاجه اهو. كل حاجه بعد ما اتجوزتني؟ هو انت الجواز عندك ايه؟ ان انا يبقى بنت يبقى ست؟ طب ما انا عرفتك كل حاجه اهو. نعم. هو انا بدات معاكي حياتي من غير ما اعرفك؟ الحياه اوريدي بدات من اول ما كتبت على اسمك يا احمد. انا ما رضيتش اهو نبدا حياتنا من غير ما اعرفك كل حاجه دي. انا قلت لك لا طبعا، انت بني ادم مش صريح، انت بني ادم كذاب. ليه؟ طب ما انا قلت لك، هو انت اكتشفتي من ورايا؟ من وراك ايه يا احمد؟ هو انت ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ الصراحه من اول يوم دخلت لي فيه بيتي المفروض تقول لي انا 1 2 3 ويا اقبل يا ما اقبلش. ما انا كنت خايف ان انا اخسرك. خايف ان انت تخسرني؟ اه. وبكذبك ده انت هتخليني كويسه؟ طبعا. لا طبعا، انت كذاب وانا ما ابنيش حياتي على كذب. وخلي بالك يا احمد، اللي انت اصلا رفضت ان انت تقوله ده ما كانش يعيبك، لان انا كنت ممكن ابقى مكانك. والبنتين دول ما لهمش اي ذنب ان انتوا منفصلين، عادي هربيهم كاني امهم، لان انا في يوم من الايام عايزه عيلي يحصل فيه كده. افرض انا كان جرالي حاجه ولا جالي مرض ولا حصل لي اي حاجه وانا مخلفه، ولا انفصلنا احنا الاتنين وانا مخلفه، هبقى عايزه عيلي حد يعامله بما يرضي الله. انما اللي انت بتعمله ده كذب، حياتك كده كلها هتتبني على كذب، وانا ما اقبلش حياتي تتبني على كذب. ما انا مش بكدب عليك، هو انا قلت لك كل حاجه. وانت ما صلحتش امورك مع مراتك ليه عشان البنتين دول؟ لا خلاص، هي راحت لحالها، ما كانش ينفع يبقى في صلح. يعني ما كانش ينفع وانت رحت لحالك برضه وعشت حياتك ورحت اتجوزت، كل واحد راح في طريقه. والبنتين دول فين ان شاء الله؟ ميعادهم عند امي اسبوع كده لحد ما نظبط حالي كده. كمان؟ يعني انت كنت هتجيبهم لي امر واقع؟ لا كنت هعرفك طبعا، ما انا بعرفك اهو كل حاجه وانا كده كتبت عليك. اللي انا فيه ده امر واقع يا احمد. ليه؟ اللي انا فيه ده امر واقع. يا انت كده بتقول لي يا تبقي مطلقه قبل ما تدخلي بيتك، يا اما تقبلي بالامر الواقع. انت عايزاهم يعيشوا معاكي ولا مش عايزاهم؟ طب افرض انا قلت مش عايزاهم، انت هتعمل ايه؟ والله هفكر، هشوف حل، هشوف هوديهم لامهم بقى، هشوف هوديهم اخليهم عند امي. هي اصلا اوريدي مامتهم مش عايزاهم طالما هي سابتهم لك. هي بقى راحت لحالها، هي يعني منها لله راحت لحالها. وانت منك لله برضه. انا عملت عشان انت بتاع مصلحتك، انا اهم حاجه حياتك، انت برضه منك لله. انتوا ما فكرتوش في الطفلين دول، انتوا فكرتوا في نفسكم بس. هي رمت ومشت، وانت في نفس الوقت برضه رميت لمامتك ومشيت. وبعدين يعني يا دعاء هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في اللي احنا؟ طب انا هقول لك على حاجه بقى يا احمد. وممكن تشوفها بقى ان انا ملاك نازله من السماء، او تشوفني ان انا عندي رحمه زياده، بس دي حاجه ربنا خلقني بيها. انا هقبل ان اكمل، بس انت عقابك هيبقى كبير معايا، وهكمل عشان خاطر حاجه واحده بس، عشان البنتين دول، لاني ممكن في يوم من الايام ربنا ما يكرمنيش بالخلفه. انا اخترت صح. انت اخترت صح؟ ده انا هخليك تندم على اليوم اللي اخترتني فيه. ما تقوليش كده، احنا اللي بينا لسه. والله هخليك تندم على اليوم اللي انت اخترتني فيه. يا دعاء ما تقوليش كده يا دعاء. ابتدوا حياتكم بالصراحه، بلاش الكذب. ومعلش، اي حد يعمل اي حاجه يحط نفسه مكانه، سواء ست ولا راجل. انا ممكن في يوم من الايام يحصل لي الموقف اني ابقى ام او اسيب عيالي واموت، اسيب عيالي وانفصل، هبقى عايزه حد يحن عليهم. وفي نفس الوقت الراجل ما يعيبوش ان هو كان متجوز وعنده اطفال وعايز يعيش حياه بما يرضي الله. اللي انتوا تحبوه لنفسكم حبوه لغيركم. وعلى فكره هتقولوا لي انت اتعاملتي بمثاليه قوي، المثاليه دي موجوده فعلا، اقسم بالله. في ناس وبنات محترمين جدا، عندهم رحمه وعندهم دين، وقبل ما بيفكروا في اي حاجه بيفكروا ان هم لو في الموقف ده هيعوزوا يتعامل معاهم ايه. بالظبط. وبالنسبه للراجل كده كده مش محتاج ان انت تكذب عشان حاجه، المفروض انت راجل ما بتخافش. ايه اللي يخليك تكذب اصلا؟ ابنوا حياتكم على صراحه. بالظبط. السلام عليكم.